الاير فراير كلنا عارفين ان هي بتحافظ علينا وعلى صحتنا وعلى قلبنا من الدهون. طيب احنا كمان دورنا ان احنا نحافظ عليها عشان برضو تحافظ علينا وتفضل محافظة علينا. فهقول لكم في خطوات بسيطة ازاي نحافظ عليها وعلى نظافتها وما نحتاجش ننضفها غير كل فترات بعيدة جدا. هنطلع الشبكة بتاعة الاير فراير دلوقتي، هنفكها ورق فويل ونبتدي نغلف الشبكة كلها، لان احنا دايما بنحط الاكل في الشبكة على طول، بس نحاول نغلف كويس عشان خاطر لو في اي وقت الفويل اتقطع يبقى فيه طبقة تانية كمان بتحمي. وبعد كده بيبقى فيه القطعة ديت عشان خاطر هي بتحاول تحافظ على الجهاز من جوه من الدهون، فدايما الشبكة بتبقى فوقها على طول عشان طبعا اي دهون تنزل فيها. طيب انا كمان عايزة احافظ على القطعة دي وما تتوسخش، هجيب فويل مش عايزين نقطعه عشان ما يسربش اي دهون. ودي طبقة تانية زي ما قلنا عشان لو الطبقة الأولانية اتقطعت. حمينا الشبكة وحمينا القطعة اللي تحت الشبكة اللي بينزل عليها كل الدهون. أي وقت عايزة تنضفيها مش هتحتاجي بقى تنضفيها ولا الكلام ده، انتي هتفكي الفويل ترميه في الزبالة وتحطي فويل جديد، وبكده تقدري تحافظي على الاير فراير أو الاكتيف فراي بتاعك على طول نظيف. طيب دلوقتي هنركب القطعة تاني. عشان نتأكد ان هي الفويل مش هيعوق معانا قفل الفراير او فتحه، اهو بنفتحها بسهولة وبندخلها بسهولة. طيب احنا دلوقتي نضفناها من جوه، طب احنا عايزين ننضفها من بره. ممكن ننضفها بفوطة مبلولة بصابون بتاع غسيل الصحون، ممكن ننضفها بجلانز بمزيل الدهون، ممكن نختصر ده كله بالوايبس بتاعت كلوركس لانه هو فيه اساسا صابون وكلوركس منه فيه. هجيب المنديل وابتدي انضفها من بره. يا ريت الموضوع ده يبقى ورا كل استخدام عشان نحافظ عليها من اي دهون ومن اي تراكم دهون او بقع ما نعرفش ننضفها بعد كده. وبكده قدرنا نحافظ على نظافة الاير فراير من جوه ومن بره زي ما هي بتحافظ علينا. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم برضو ازاي نقدر نفضل محافظين على البرطمانات بتاعه التوابل اللي بنستخدمها بشكل يومي من الدهون وما نحتاجش نغسلها بشكل مستمر. هنحط دلوقتي قشر الليمون وقشر البرتقال وعليهم كمية من الخل. دلوقتي هنسيبهم منقوعين القشر الليمون والبرتقال في قلب الخل لمدة ما تقلش عن ساعتين عشان خاطر نطمن ان كل الزيوت العطرية والروايح اللي في القشر تكون اختلطت بالخل. وبعد كده هنصفيه ونحطه في ازازة او في بخاخة ونقدر نستخدمه كمزيل للدهون في اي مكان في المطبخ. بعد ما سيبناه لمدة ساعتين الخل مع البرتقال هنحاول ان احنا نصفيهم ونحطهم في بخاخة. دلوقتي احنا حطيناها على فوطة عشان الدهون والاتربة اللي فيها ما تنزلش على سطح المطبخ. هبتدي ارش عليها من السائل اللي احنا عملناه وبعدين نبتدي ننظف البرطمان ونشيل من عليه اي اثار دهون. ويا ريت الموضوع ده يتعمل بشكل يومي بعد كل طبيخ. وبكده قدرنا ان احنا نوريكم ازاي نحافظ على برطمانات التوابل اللي دايما طول اليوم بتبقى في ايد ست البيت وبتبقى وهي بتطبخ وايديها مليانه دهون بتضطر تمسك البرطمانات دي. فوريناها بحيله بسيطه ان هي ازاي تقدر محافظه على نظافتها وفي نفس الوقت ازاي نحافظ على الاكتيف فراي او الاير فراير.